معقولة يا جماعة؟ معقولة اللي احنا بنشوفه ده؟ معقولة اللي بيحصل ده؟ بجد الواحد في الذهول لما نشوف الاخوات ماسكة في بعضها، ولما نشوف الاخ بيشتم على اخوه، والاخ بيهين مرات اخوه. معقولة وصلنا للزمن ده؟ طبعا احنا شفنا كتير وقصص وروايات، ولكن مشكلتنا النهاردة مشكلة حقيقية. الأول كنا بنقول اللي هو ترند، بس كنت بسأل نفسي سؤال: هو هل المشاهدات اللي بالملايين يستاهل هم يعملوا ترند؟ طبعا كنت بقول لنفسي لأ، أكيد هم فعلا زعلانين مع بعض. ولما طلعت لنا الحاجة سعدية أم محمود، أم الأولاد، أم حمدي وحسن ومحمد ومحمود، لما تطلع بنفسها وتحكي على الملأ المشاكل والحوارات والسحر والأعمال، نقول لده مش ترند. يبقى ده فعلا كلام صحيح. بس اللي مزعلني والقهرني ان الام تطلع بنفسها وتقول على فضايح ولادها، وتقول على مشاكل اولادها. مهما يكن ما كانش ينفع انك تطلع، حتى لو مرات ابنك ديت وحشة، حتى لو مرات ابنك ديت عامله لك ايه، المفروض ما كنتيش تكلمي على مرات ابنك وتقولي سحر، والعيلة دي وحشة، وابوها مش عارف ايه، وامها ايه، وبتوع ايه. المفروض كنت تهدي ما بين الاخوات. العجيب خالص يعني اللي خلاني يبقى عقلي طار، لما الحاجة سعدية كده لما طلعت وفي اخر الفيديو بتقول: لو انتوا عايزين اللي انا اتكلم واقول على مشاكل اكتر واكتر اللي كانت بتحصل، قولولي في التعليقات علشان اقول لكم على ايه كمان اللي بيحصل ما بينهم. وقالت كان في كلام بلاوي كتير، بس انا مستنيه ان انتوا تقولولي في التعليقات. قولي، لو قلتولي قولي هقول لكم على ايه اللي انا مخبياه كمان عليكم، لان في مشاكل وفي حوارات كتيرة حصلت. فعرفوني لو انتوا عايزين اللي انا اتكلم قولولي. يا انت يا حاجة سعدية، يا ام محمود، يا ام الاولاد والرجالة، يعني انت عايزانا نكتب لك في التعليقات؟ ايوه، احنا عايزين نعرف الموضوع ايه، وايه المشاكل اللي دار اكتر ما بين السنين اللي عدت. هل لو احنا كتبنا كده في التعليقات انت هتطلعي وهتقولي على الفضايح اكتر واكتر، وهتقولي كلام اكتر من اللي انت قلتيه؟ طب ده كلام يعقل؟ دي ام تنفع كده تطلع على الملأ وتقول في كلام كتير وبلاوي كتير ومشاكل كتير وفضايح كتير؟ بس انتوا بس اكتبوا لي في التعليقات لو انتوا عايزين ان انا اتكلم واقول على المشاكل اللي حصلت، واقول على ايه كمان اللي كان بيحصل، لان في بلاوي سنين وسنين. قولوا لي في التعليقات وانا هقول لكم واحكي لكم. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ انت المفروض انت ما تكلميش خالص على الحكايات ولا على الروايات اللي كانت، ولا المشاكل ولا الفضايح اللي كانت بتحصل ما بينكم. عايزانا نكتب لك كده في التعليقات في الكومنت: ايوه احكي لنا وعايزين نعرف. هتقولي فضايح اكتر من اللي انت قلتيها؟ دي حاجة. الحاجة التانية اللي انا يعني عايزة اعرفها برضك، يا حاجة يا ام محمود، يا ام الرجالة، اللي انت دلوقتي قاعدة عند حمدي علشان ولادة مراته،
الحمد لله ربنا كرمها بالسلامة، وربنا يا رب يخليها أولاد. طب انت قاعدة هناك عند حمدي، ومين اللي عامل لك القناة؟ طبعا حمدي، عشان انت قاعدة هناك عند حمدي، فيبقى بالتالي اللي عامل لك القناة حمدي. وحمدي متخانق مع اخوه، زعلان مع اخوه، وزعلان مع اهل مرات اخوه، وزعلان مع مرات اخوه. طيب وهو عامل لك القناة، فاكيد حمدي اللي بيقول لك قولي كذا وكذا وكذا وكذا، لان حمدي هو لعبها صح. حمدي لما جه يقول على مشكلته هو واخوه، وكان بينزل ستوري كده كتير على الحاج رزق اللي هو حما اخوه، طبعا الناس وقفت جنب اخوه والحاج رزق. فاتجاهلوا مين؟ حمدي. يعني ناس كتير قوي كانوا متعاطفين مع محمد اخوه، متعاطفين مع آلاء مرات اخوه، متعاطفين مع الحاج رزق ومع عيلة رزق، لان كان بينزل كل يوم والتاني شتايم في مين؟ في الحاج رزق. فالناس كانت متعاطفة مع محمد ومع آلاء والحاج رزق، فهو حسبها صح. قال لا انا كده هخسر مشاهديني، الناس بقت بتبدأ اللي هي تشتم فيا، الناس اتجهت لمحمد اكتر، اتجهت لآلاء اكتر، لاولاد رزق الحاج رزق اكتر. فهو لعب، هو سكت دلوقتي وطلع مين بقى؟ طلع امه الحاجة سعدية، ام محمود، عملها قناة، نزلت بسم الله ما شاء الله الله اكبر في جوهين 2. الفيديوهين 2 زي ما انتوا شفتوه، عمالة تشتم وعمالة تتكلم كلام جارح على مرات ابنها اللي هي آلاء، وتقول هم بتوع سحر وبتوع أعمال. حكت كمان، قالت يعني قالت كلام الصراحة يعني بجد كلنا زهقنا من الكلام اللي هي كانت بتقوله. كانت بتشتم طبعا في حما ابنها، وكان بتشتم في العيلة ديت ومرات ابنها، اللي المفروض اللي ما كانتش تطلع مرات ابنها بالشكل ده. وكانت برضك بتقول انا غضبانة على ابني ومش عارفة. ف بجد الواحد يعني مذهول صراحة يعني من اللي بيحصل. بس الناس طبعا دلوقتي كلها عرفت دلوقتي مين الكذاب ومين اللي صح، ومين اللي مقوم الدنيا، وناس عرفت الحقيقة. فرسالتي لست ام محمود، انت عملت قناة، كان المفروض ما تطلعيش اول ما تبدأي القناة بمشاكل، لا ما كنتش تطلعي بمشاكل. خلاص عايز تفتحي قناة، ابنك يفتح لك قناة، روتينات، ضحك هزار، فلوجات، ايا كان، بس مش اول ما تيجي تفتحي القناة تفتحي مشاكل. وتفتحي مشاكل على مين؟ على ابنك وعلى مرات ابنك وعلى حما ابنك. يعني انت اول ما فتحت القناة اتكلمت في جهون 2 بسم الله ما شاء الله الله اكبر، والناس طبعا هاجمتك في التعليقات، يعني هاجمتك في القناة وفي التعليقات، واقول لك يا ست ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوليه دوت، وكده حرام عليكي، ومهما يكن ده ابنك ودي مرات ابنك، وما تجيش على ابنك وعلى ابنك التاني، حرام، والمفروض انك ما تطلعيش تتكلمي. ف وكمان الحاج يعني آه الحاج جابر طبعا يعني ربنا يديه الصحة، وهو يعني ما اتكلمش، يعني ما طلعش فيديو ولا اتكلم، وطلع فيديو واحد اللي هو بيهني حمدي، وبرضك ما جابش سيرة محمد، فما اتكلمش. برضك نقول للراجل الله يكون في عونه، راجل كبير، ولما يشوفوا عياله كده مثلا زعلان مع بعض ربنا يكون في عونه. والحاج رزق طبعا قال الحاج جابر فوق راسنا، وطبعا يعني هو اكيد بيصلح ما بين الاخوات، فما كانش بيتكلم. كنا بنقول الله يكون في عونه، وكنا بندعي ان الاخوات ربنا يصلح حالهم، وان هم يتجمعوا تاني زي الاول واحسن، وكنا بندعي لهم. ولكن لما تطلع امهم تطلع بالفيديوهات ديت، يعني بجد الناس كتير هاجموها، يعني مش كلام انا بس، لا الناس كتير قوي هاجموها. انا بتكلم يا جماعة بالبلدي عشان اوصل لكم المعلومة واصل الحكاية. انا بكلمكم على وجهة نظري اللي انا شايفاه، طبعا كل واحد وجهة نظره بتبقى مختلفة، بس انا بكلمكم على وجهة نظري اللي انا شايفاه. حتى لو ابنها
لو ابنها غلطان، لو مرات ابنها غلطانة ما كانش تطلع وتدعي على مرات ابنها وتقول لها ان شاء الله بدل ما يجيلك السبع العصب السابع يجيلك مش عارفة ايه العشر السابع ولا الكلام، وعمالة تدعي على مرات ابنها وتدعي على اهلها. بجد يعني ما كانش ينفع، لا ما كانش ينفع، حتى لو هم غلطانين ما كانش ينفع ان انت تطلعي وتقولي الكلام ده. فده يا جماعة من وجهة نظر. فيا رب يكون عجبكم الفيديو وعجبكم كلامي، وانا مستنية برضك ارائكم في الفيديوهات علشان ارائكم بيهمني، وكل حد ليه وجهة نظر فيكتب لي برضك في التعليقات، لان انا بحب ارائكم جدا جدا. وسواء انتوا معايا او مش معايا او ضدي بالكلام اللي انا بقوله، بس انا يعني انا بقول على وجهة نظري. طبعا كل واحد ممكن يكون وجهة نظره مختلفة، في ناس ممكن يوافقوني في كلامي وفي ناس ممكن يوافقونيش في كلامي. فانا مستنية ارائكم في التعليقات، لان ارائكم بيهمني جدا جدا. ومع الف سلامة يا احلى مشاهدين في الدنيا واجمل متابعين. ما تنسوش لو عجبكم كلامي وعجبكم الفيديو تنسوش تضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس يوصلكم مني كل جديد. مع ألف سلامة يا أحلى مشاهدين وأجمل متابعين في الدنيا. وما تنسوش الدعاء ان ربنا يهديهم، ربنا يهديهم ويهدي كل من كان يا رب.